اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. تعالوا النهاردة بصوا الجو كان ساقع كده، وبصوا مش عايزة أقول لكم، قلت أفتح الشباك والواحد كان مكسل. قلنا نعمل روتين النهاردة، نعمل مع بعض أوضة النوم وأقول لكم على أفكار بسيطة جدا جدا فيها للمساحة عندهم صغيرة زي حالاتي كده. تعالوا يلا بينا نغير جو الأوضة ونغير الملاية ونغير الدنيا كلها. يلا بصوا بقى، أول حاجة كده هبتدي بيها دي كده. أنا 3 رفوف بيجوا مع بعض، ال3 رفوف دول بحوالي 7-8 دولار، مش هيزيدوا عن 10 دولار بمعنى أصح. أنا بجيبهم بحط عليهم أي حاجة صغيرة، ممكن تحطي بقى برفانات، ممكن تحطي مكياج، ممكن تحطي أي حاجة عندك في الرفوف الصغيرة دي، بتشيل معاكي بصراحة كتير علشان اللي عنده أطفال أو كده. والمساحة زي ما قلت لكم في الأول وفي الآخر، صليتوا بينا على النبي. فهفضي ده كله، بعد كده بقى همسح بشيل حاجه حاجه وبمسح رف رف، برجع ارص حاجاتي. ولو الرفوف بتاعتي نظيفه بس الحاجات مش مترتبه، يا دوبك برتبها مش اكتر من كده. ساعات الواحد بيبقى مستعجل فتلاقي الدنيا كده على بعضها، مؤمن يطلع على الكرسي برضو ساعات بصوا بيبقى قلب لي الدنيا. فالرفوف دي بصراحه بتحمي كتير جدا 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 زي ما انتوا شايفين. تعالوا ده بوك صغير كده انا لما فيه كل الدبابيس بتاعتي بعيد عن ايد الاطفال. بصوا بقى، دي مسامير كده انا حطاها بعلق فيها الساعات. بقول لكم مسمار سهل خالص لان الحيطه عندي خشب. فالمسمار ده انا بدقه كده وببتدي ارص بقى ساعات، ارص النضارات، اكسسوارات عندك، اي حاجه حلوه جدا جدا وبتشيل. والمرايه دي انا اشتريتها لوحدها بدل ما اشتري تسريحه. تسريحه كان سعرها غالي جدا جدا، اما انا اشتريت المرايه دي ب30 دولار، بقت حلوه معايا. حطيتها فوق كومودينو. والسبحه بتاعت امي الله يرحمها، يا رب ربنا يرحمها، ادعوا لها كده وقروا لها الفاتحه وترحموا عليها. فالمرايه زي ما قلت لكم، نرجع لموضوعنا، انا اشتريتها بحوالي 30 دولار وكان كمان نازل عليها عرض على ما اعتقد. يا دوبك جبتها وبحطها فوق، حطيتها فوق كومودينو ان انا اعمل كتسريحه وفي نفس الوقت استغل المساحه، لان التسريحه سعرها معدي بصراحه، ممكن اقل حاجه 300 وي، سعرها بيبقى غالي جدا. غسلت مشيت ايدي بسفنجه كده على المرايه ومسحتها برضو بمنديل وخلاص. زي ما انتم شايفين كده كومودينو، دقيت مسمارين فوق منه وحطيت المرايه بتاعتي. فتبقى ان انا اي ازازه عندك زي الزيت زي البرفان اي حاجه بمسحها واركنها كده جنبي، وهشيل المفرش انفضه وامسحه واحطه تاني مكانه لانه هو كان نظيف. بس تحس كده ان انت اي حاجه بتغيريها بتحسك بروح في الاوضه بتاعتك. سنة خل لو مفيش اي حاجة خالص، او منديل مبلل او منديل بليه سنة مية بسيطة جدا واعصريه وابدأي ان انتي لمعي بيه بس كده الكومودينو بتاعك. بوريكي ده بقولك لعب ليك وجاي لسعد هدية، بس بصراحة انا مش راضية اخليه يفتحها غير لما اخليه يصور معاكم الفيديو. كل شيء يقول لي اعملها النهارده اقول له مش النهارده، خليها بكره خليها بكره. قطعة صغيرة حلوة جدا جدا، اللعب دي حلوة كذكاء للطفل. هبقى نعمل فيديو هنزله لكم واوريكم بتبقى قطع قد ايه صغيره، يعمل منها عربيه، يعمل منها بيت، طياره، اي شكل. حلوه بتشغل دماغ العيل بصراحه. كده خلاص انا خلصت الجزء ده زي ما انتم شايفين مترتب بأقل التكاليف وخلاص. بعد كده جيت على الشباك. طبعا الشباك كله تراب ومش تراب بمعنى اصح، لان مفيش اتربه هنا كتير من المطره. بصوا هوريكم دلوقتي المطره دي بتعمل زي عفونه، مجرد الميه دي ما بتنزل بصوا مش عايزه اقول لكم. بتجيب طبعا اي حاجه من فوق البيت وبتنزلها بتحدفها على الشبابيك، بصوا بتعمل زي عفونه على الشباك نفسه. دي بقى كده بس ان انا انضف الحاجات اللي هي متبهدله عندي، وانضف قلب الشباك المجرى برضو، بحيث ان بصوا مش تراب، دي عباره عن سواد او عفونه حاجه زي كده، فبالتالي ان انا بشيلها او بنضفها كل فتره وكده. الم بقى الستاره كده على جنب وتعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده. ده كده مش عارف بيقولوا عليه ايه، كانوا زمان بيقولوا عليه عسكري، واللي بتقولوا عليه ايه. الجهاز ده حلو قوي قوي للي موجودين هنا اللي ولادهم عندهم برد. الدكتوره كانت كتبت لي عليه ابني وجبته. عامل زي بيشد اي حاجه في مناخيره، بنحط المحلول ده وبعد كده بشغله وهو بيتشحن، بجد جميل قوي قوي قوي.
والجهاز برضو اللي انتوا شايفينه اللي منور ده مش اباجوره ولا حاجه. لما انس كان تعب واتحجزت بيه قالت لي ده بيجي بيتحط فيه ميه كده بزيت معين ليها، بيخلي بينقي درجة حرارة الأوضة، بيخلي الهواء اللي داخل الطفل حلو بصراحة، علشان دايما الكتمة اللي في مناخيره، والناس اللي دايما بيجي لها سيولة في مناخيرها برضو وهي نايمة من التكييفات وكده. الجهاز ده حلو قوي قوي، بيعدل الرطوبة اللي في الأوضة. بقول لكم دي أشكال ولادي كانوا عاملينها، لأن دي كانت أوضة ولادي بصراحة، وأنا نقلت فيها قلت التانية أوسع عليهم. ربنا يا رب يحميهم ويخليهم ويخلي لكم ولادكم يا رب. جبت بقى المفرش، كنت انا غسلاه وكده، جبت بقى ان انا احطه. هو ده مفرش عادي، مفرش ترابيزه عندي، ساعات بيتحط كديكور كده على ملايه السرير، بس بحب اغير كده من وقت للتاني، احط ده مكان ده وده مكان ده، مش اكتر. ابتدي بقى ان انا كده اقصر المفرش شويه، وارص بقى الحاجات بتاعتي، وارجع كل حاجه مكانها زي الاول. بس همسح كده الاباجوره ان شاء الله. ربنا يا رب يدخل رمضان عليكم بالستر وبالصحة عليكم وعلى اولادكم، ويحميكم يا رب العالمين، ويكون رمضان ده احسن من الاول، ويكون احسن من اي رمضان، رغم ان الدنيا صعبة قوي قوي على الناس اللي في مصر. يا رب ربنا يعينكم، ربنا يعينكم وما يحرجكوش لاي حد، ويا رب يشفي كل مريض، يا رب يشفي كل مريض يتألم في الايام الصعبة دي، وما يحوجش اي حد لحد. يا رب يا رب ما تحوجش اي حد لحد في الايام الصعبه دي، لان ممكن يكون غصب عن البني ادم فيجرح اللي قدامه. فربنا يا رب يهونها عليكم ويرزقكم برزق ولادكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فكده انا رجعت كل حاجه زي ما هي، والجهاز مليته ميه، وحطيت الزيت كمان وجهزته. غسلت برضو الجهاز ده لان كنت مستعملاه بالليل وانس نايم، فغسلته بميه سخنه. هو سيليكون بيتغسل، القطع بتاعته بتتغسل بميه سخنه، وممكن تغليها كمان ما بيجرالهاش اي حاجه. العلب دي طبعا فيها علاج برضو، حاجات انا لماها علشان برضو انتوا عارفين ان في اطفال وكده. كده خلاص المكان ده خلص، تعالوا يلا بينا بقى. بصوا الجو، بوريكم الجو عامل ازاي. ده بقول لكم ده خدش كده مؤمن طبعا. يعني اللي انا حاطاه ده يا جماعه ده ورق، انا اللي لازقاه ده، انا اشتريته ولزقته، لان الحيطان هنا حساسه قوي قوي، ولو ايد عيل اتحطت عليها ما بتنضفش. فانا اول ما جيت الشقه بصراحه قلت مش مشكله، المصرف على الشقه $100 $200، احسن ما اجي اخرج من الشقه والست تخصم مني 1000 وشويه. فانا بحافظ لها على الشقه، وبحافظ برضو بعمل شكل حلو جميل يحسسك ان في روح، بدل ما ابني يحط ايده ويطبقها على الحيطه فيبقى الشكل بتاعها بصراحه مش حلو. هنغير بقى كده فرش السرير. طبعا انا مش كل يوم بغيره ولا حاجه طبعا، لان لو كل يوم اغيره يبقى مش هلاحق اطقم سراير، ده هم طقمين عمي اللي عندنا مش اكتر، نشيل واحد ونحط واحد، نشيل اتنين ونحط اتنين كده يعني. فالحمد لله بيعتبر مثلا بغير السرير مرتين في الاسبوع، والله ولو نضيف والله ما بغيره غير مره واحده بس في الاسبوع. بس المخدات بنحاول ان احنا نغيرها، او ممكن احط حاجه على المخده واحنا جايين ننام، فبتحافظ على النظافه بتاعتها. يلا قومي يلا تشجعي، ما تسرحيش كده، قومي تشجعي وادعي لي دعوه حلوه من القلب. لو اتشجعتي وقمتي كده وعملتي الحاجه، ولو الروتين اللي انا بعمله عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات. لو مش عاجبكم وارجع للمطبخ تاني برضو اكتبوا لي في الكومنتات، انا برضو موجوده في المطبخ ما سبتوش. وزي ما اتفقنا ان احنا كل يوم هننضف حاجة معينة، تكون حاجة احنا ايدينا مش بتيجي عليها على طول، او مش بننضفها غير كل فترة قبل دخول الشهر الكريم علينا. كل سنة وانتم طيبين. عندك بقى تحت حوض الحمام قومي ونضفيه، حوض المطبخ برضو كذلك نضفيه، البوتاجاز بتاعك مثلا عايز كده نكتة كده محترمة، قومي يلا ما تكسليش اعملي تلاجتك. الحاجات اللي هي بتاخد وقت معاكي اعمليها، بس حافظي على نظافتها بعد ما تعمليها، فكل حاجة هتكون سهلة بصراحة معاكم. سهلي الموضوع على نفسك، بلاش تكركبي الدنيا. انا عارفة ان لو في اولاد او في اطفال فعلا بياخدوا من وقت الواحد، بس غصب عننا، ربنا يعينكم يا رب. طبعا دي كسوة كده انا كنت جايباها وانا جاي من مصر، بتحفظ المرتبة علشان ما تبهدلش، او اي بقعة عيل يحط ايده على الملاية او حاجة ما تطبعش تحت.
ابتديت بقى كده ان انا شلت الملايه وجبت طبعا طقم السرير تاني هفرشه بالطريقه دي كده. انا عارفه ان انا بقص من الفيديو حاجات كتير، بس زي ما قلت لكم الكاميرا تعتبر فوق دماغي على طول، فالحاجات اللي ما ينفعش ان انا اظهرها من الفيديو طبعا بضطر ان انا اقصها. بجيب لكم الخلاصه بمعنى اصح وكده. بوريكم السرير، بقول لكم السرير ده حديد، انا ما عنديش سراير خشب في البيت بصراحه. انا وعلى فكره استعمال السراير الحديد حلوه، مع اني انا نفسي في سرير خشب، بس الحديد حلو وسعره كويس جدا جدا جدا. سعره مش حاجه يعني، لاني اوضه النوم الخشب سعرها بيبقى برضو كتير، فالحديد بالنسبه لي هنا فهو انضف بصراحه. ما ربنا بقى يكرمنا ان شاء الله وننقل من الشقه اللي احنا فيها او نروح مكان تاني نبتدي ان احنا نجيب بقى الخشب وكده، يكون مكان مستقل غير لما يكون معاكي سكان في العماره. لاني زي ما قلت لكم البيت خشب، اي حاجه في الشقه اللي جنبك ممكن تتنقل عندك غصب عنك وكده، فالحديد افضل شيء لان الخشب ده بيمسك فيه اي حاجه، فبتحاولي ان انت تجيبي حاجات تحافظي عليها بصراحه. سعر الأوضة الخشب معدي 1500. 1500 ده يا جماعة تقولوا يا 1500، أيوة، و1500 كتير يعتبر يعني مبلغ هنا برضو مش شوية ولا حاجة. أما السرير الحديد احنا كنا يوميها جايبينه ب200 دولار مش أكتر من كده، حلو ومكفي والحمد لله. ربنا يا رب يديمها نعمة في حياتنا. سواء كان بقى سرير، بصوا أقول لكم على حاجة، السرير الحديد ده أنا يعتبر جبته بعد سنة. بعد سنة كنت راقدة يعني كنت بننام على كنا بنرقد او بننام على المرتبه بخشبه كده تحتها. ما نزلت مصر وجيت لقيت جوزي جاب السرير ده كان ب200 وحاجه تقريبا على ما اعتقد. يعني الحمد لله انا مش جبته اول ما جيت ولا حاجه، لا احنا كنا بننام على مراتب. المراتب دي تحتها زي بوكس خشب كده يا دوبك بس رفعها من على الارض شويه. يعني السرير ده برضو انا عانيت علشان اجيبه، ما جاش بسهوله ولا حاجه. فالحمد لله كل حاجه بتيجي بعد طول وقت والله العظيم بيبقى ليها طعم وليها كده روح عن الحاجه اللي اطلب تجد اطلب تجد. صدقوني ما تحسولهاش بطعم ولا اي حاجه. كده خلاص خلصت، شلت السجاد يا دوبك كنست ورجعت فرشته تاني، مش اكتر من كده. خلصت الاوضه بتاعتي والبيبان طبعا انا ما لمحتهاش المره دي لاني انا حابه ان انا ايه اعمل لكم الخلطه اللي انا بنضف بيها البيبان وهوريها لكم، او الخشب عامه. الطرح اللي متعلقه هناك دي كنت انا برضو عامله لكم فكره للطرح، هسيب لكم اللينك بتاعها برضو في اول في صندوق الوصف، هسيب لكم اللينك بتاعها وكده. كده خلاص خلصت والدنيا عماله تغيم بزياده، جو غيم قوي قوي. نشد بقى الستاره بتاعتنا كده. خلاص الفيديو بتاعي انا خلصته، يعتبر نظفت كل حاجه في الاوضه. عملت سرير انس برضو، بس برضو فصلت الكاميرا ساعتها. عطرنا الاوضه بتاعتنا وريحتها بقت زي الفل، شكلها بقى جميل. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بضغطكم على اللايك او بالتعليقات اللي انتوا بتسيبوها لي في الكومنتات. شكرا جدا جدا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد وجولة جديدة وفلوجات جديدة مع اصحابي واخواتي. دمتم بخير وكل سنة وانتم طيبين. استنوني في الروتين الجاي ان شاء الله. مع السلامة.